مساء الخير على كل متابعينا ومحبينا في كل مكان، متابعي مصر اليوم. أحييكم وأرحب بحضراتكم من هنا من مدينة البرولوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. النهارده متابعينا متابعي مصر اليوم من داخل مدينة البرولوس بنرصد مأساة هبة حاصلة على ليسانس. هبة تعتبر هي الأب، لأن الأب من ذوي الهمم. تعتبر هي الأم، هي الأخ. هبة تتعرض لمأساة يوميا. تعالوا متابعينا متابعي مصر ونسمع ونشوف مأساة هبة. مرحبا بك يا هبة. مرحبا بك يا أستاذ محمد. ممكن تعرف تشرفي؟ مرحبا بك يا أستاذ أحمد. تابعت لنا واستغاثات وعياط وقهر. ايه ولا في أنا بيتم ظلمي جامد. أنا ماليش حد إلا ربنا. أنا مش لاقي حد معايا، وحتى الناس اللي بتقف معايا بتحاول تساعدني، والناس اللي بيحاولوا يعتدوا علينا دول بيروحوا يهددوهم. أنا مش عارفة أروح فين. أنا دلوقتي أنا بنته الكبيرة، أنا البكرية، أروح فين؟ عندي 23 سنة داخلة في 24. أنا يعتبر والدتي عاجزة، والدتي عندها غضاريف في ظهرها ومرض الضغط، والدي مريض قلب ما بيتكلمش ولا بيسمع. عندي أختي 17 سنة وعندي 2 أخين تانيين بس أصغر مني مالهمش في أي حاجة. أنا دلوقتي مش لاقية حد يقف جنبي، أروح لفين؟ أنا يعتبر كل حاجة، أبويا يتعب أمشي بيه، أمي تتعب أمشي بيه، وحياتنا ما يعلم بالله ربنا. مش عارفة أروح فين. طب جت في يوم كنا عايشين محدش عارف عننا حاجة، ومحدش بيسمع لنا صوت. جيت في يوم لقيت بيتم البناء في بيتي. رحت استغيث بعمي الكبير، قلت له: يا عمي تعالى شوف اللي بيحصل فينا. كنا في 15 شعبان، في شبابيك بتتفتح في قلب وسط الدار بتاعي. انا مش عارفه اعيش، وكمان الشبابيك تتفتح. يرضيك يا عمي افضل متعريه طول عمري؟ يعني الناس كلها بتبص عليا، وكمان يتفتح شبابيك في قلب بيتي. قال لي: لا يا بنتي ما يرضينيش. جه معايا حاول يوقف، بصراحه حاول يوقف، شتموه وبهدلوه، وعمي مشى. قال لي: يا بنتي انا مش قادر اعمل حاجه. قلت له: اعمل ايه يا عمي لما انت راجل وبتقول لي كده؟ امال انا البنت اعمل ايه؟ فضلت قاعده في الشارع حاطه ايدي على خدي. قال لي: صوتي. قلت له: نعم. قال لي: صوتي. قلت له: ازاي يا عمي؟ قال لي: صوتي. لو هم بنوا وفتحوا شبابيك عندك صوتوا واستغاثي بالناس، خلي الناس توقفهم، انا مش قادرهم. لما عمي الكبير اللي بعد ابويا، انا ماليش حد اروح فين؟ يقول لي كده، انا كبنت اعمل ايه؟ وبالفعل تم البناء وفتح الشبابيك العصر، وقمت رايحه بس امي بتوقفهم، امي بتحاول توقفهم. شتموها باقذر الشتايم، شتموني وسبوني في عرضي. معايا تسجيلات، معايا زمايل البنات مسجله تسجيلات. لو حد سمعها عقله انسان هيدفن نفسه. لو حد عنده نغوه والله ما يقول كده على السطح قدام الناس. البلد كلها سمعت، مسوقين سمعتي. كل ما اقعد في قعده، كل ما حد يتعاطف معايا يسوقوا سمعتي. مش اروح فين؟ ماليش حد غير ربنا. انا ماليش حد غير ربنا. بالفعل تم البناء وفتح شبابيك في قلب البيت. انا حاولت اصوت واستنجد لما لقيتهم بيشتموا في امي. طلعت صوتت في الشارع وانا لابسه اسدالي. تم تصويري من قبل حاتم الالفاظ اللي يقال ان هو ابن عمي. المفروض دول اهلي ولاد عمي، اما يعروني ويضربوني ويبهدلوني ويجوا على ابويا، وانا ماليش الا ربنا. الغريب هيعمل فيا ايه؟ قولوا لي بس كده، الغريب هيعمل فيا ايه؟ انا بقالي سنه عايشه في غار، اقسم بالله يا ربي عايشه في غار وذل وساكته علشان تخلص الموضوع، يخلص بالراحه، مفيش خلوص. قسما بالله يا ربي بقيت بتحايل على الناس بتوع القعده يتجمعوا
من كتر قلة الأدب اللي بيتم التطاول على بتوع اللجنة، بتحايل الم بتوع اللجنة عشان اخلص، عشان اعيش في امان. انا عايشة في رعب، بيتم تهديدي. حضرتك جيت انت، حضرتك يا استاذ احمد دخلت عندنا البيت في كاميرات في الشارع، انت دخلت عندنا سرقة، انت شايف الوضع اللي احنا فيه. اي حد بيجيني حاطين كاميرات قدام البيت، اي حد بيجيني عايزين يعرف. انا مش عارفه اعيش انا واختي 17 سنه ملهاش في اي حاجه، ملهاش في اي حاجه. هروح فين بس؟ هروح فين اختي اتمسكت، اتسحلت، اتضربت في الشارع، وانا اتضربت واتبهدلت واتعريت في الشارع من تامر الالفاظ. واحد اسمه حاتم الالفاظ ماسك. بلاش اسماء، معلش معلش. هبه كلميني، عملت محاضر؟ ايوه انا عملت محاضر وما فيش حاجه بتجيب نتيجه، وما كانش معايا معاملين، وما كانش معايا حد الا ربنا. مش عارفه حد يقف لي، اجيب منين؟ اروح فين؟ مش لاقيه حد غير ربنا حرفيا. حتى عمي قال لي انا مش قادرهم من كتر اللي عملوه، بقى خايف يقف معانا. ما بقتش عارفه اعمل ايه. طلعت صوتت في الشارع بستنجد بالناس وانا لابسه الازاء، تم تصويري قدام الناس في الشارع، مش في حته، في الشارع. واتقال لي انا هعريكي وهنزلك على النت واخليكي عبره لمن يعتبر، وهبعتها. كان في ناس متقدمين لي وهبعتها للناس اللي جايه لك قدام عمي الكبير، يا عمي يا محمد. اتقال لي كده ولا لا يا عمي؟ في قلب الشارع يا عمي، وانا ابويا عاجز يا عمي. اروح لمين بس يا ربي؟ ما بقتش عارفه اعمل ايه، ما بقتش عارفه اروح لمين. رحت النقطه، حاولت اشتكي، رحت المجلس كذا مره قبل ما اروح النقطه، محدش جه معايا، محدش استجاب لي من بتوع المجلس. ما عرفتش اروح فين. عملت شكاوي، ده ارقام الشكاوي. ارقام الشكاوي عندي على التليفون، ارقام الشكاوي عندي على التليفون. عملت كذا شكوى، مفيش استجابه عشان حد يجي معايا. بس دي صور هبه ليكي وانت مضروبه؟ دي صور ليا انا واختي وانا مضروبه ومتبهدله. انا واختي 17 سنه تتمسك وهي جايه من المدرسه. ده يرضي مين؟ اختي 17 سنه جايه من المدرسه بهدوم المدرسه، دي هدوم المدرسه، تيجي من المدرسه تتسحل في الشارع ليه يعني؟ انا في عهد مين؟ هو احنا كفرنا؟ ان شاء الله باذن الرحمن الرحيم الشرطه المصريه. يا انا بستنجد بكل مسؤول. انا في عهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي. بيحصل فيا كده انا واختي. انا والله العظيم ما كنت عايزه اطلع لايفات، انا والله العظيم ما كنت عايزه اعمل حاجه، انا والله العظيم عايشه في سنه بحاول اجيب حقي. القانون ما انا عارفه، العرف ما انا عارفه، بالمجلس ما انا عارفه. طب اعمل ايه؟ اوقف انا؟ يتم الاعتداء عليا مره واثنين وثلاثه واربعه، انا وامي واختي، وابويا مش موجود، وفجاه ابويا يجي يتم التعدي عليه. انا والدي من ذو الهمه، صم وبكم، ما بيسمعش، مركب دعامتين في قلبه. انا برضو لما عملت ابويا تعب ما لقتش حد واقف لي. الناس بتقول دول اهلي، المفروض ان هم بيقولوا ان هم اهلي، ابويا لما تعب ما لقتش حد واقف لي. انا مشيت اعمل عمليه ابويا على نفقه الدوله. انا اللي كنت متمرمطه بابويا، ما حدش وقف لي. امي برضو تعبت، مش لاقيه حد الا ربنا. انا بقى لما انا عايزه اوجه حاجه لحضرتك، اوجه حاجه للناس. انا لما دول اهلي يا ناس دمي يرحمني. الناس اللي بتقول عصب، ولاد عمي عصب، بيعملوا فيا كده وماسكيني في الشارع. واحد ماسكني في الشارع بيعريني. انا لسه جامعيه معايا ماجستير، ما خلصت كليتي، يتعمل فيها كده في الشارع، وواحد يشوفني ويروح يقول للناس البنت تعمل فيها 1 2 3 ويذكر لهم الوان هدومي.
عملت محاضر يا فندم، عملت بدل المحضر محضر واثنين وثلاثه واربعه، وما كانش معايا محامي. طيب ما كانش معاك محامي. بص هي بقى طبعا من ضمن صوتنا لصوتك، كلميني هي بقى، انتوا ليه كل الخلاف ده بسبب ايه؟ بسبب ان والدي عاجز وما عايزين يستولوا على البيت، عايزين يطلعونا منه. عملناش حد الا ربنا، وشايفين ان احنا ملناش حد وغلابه واقل من القليل بيرضينا. عايزين يطلعوا والدي. اروح فين انا والدي؟ انا اصلا عايزه اطلع من هنا. انا عايزه اطلع من هنا. انا ما يشرفنيش والله، انا ما يشرفنيش. انا بقيت بخاف اطلع بره، ما بقيتش عارفه ارفع عيني. انا بحاول اطلع بره افك عن نفسي، بشوف الناس بخاف، بقيت بخاف من كل اللي حواليا. بقول يا ناس لما دول ناس اهل بيعملوا فيا كده، امال الغريب بقى يعمل فيا ايه؟ انا وابويا فضلت سنه يا ناس بتعذب، واقسم بالله العلي العظيم ما بنام، بصحى على كوابيس اقسم بالله العلي العظيم. انا اللجان العرفيه اللي قعدت، في ناس بكت على حالتي لما سمعوا الشهود وعرفوا قصتي، بكت على حالتي. طب انا اعمل ايه؟ ناس بالتعاطف، وانا اصلا كل الناس متعاطفه، كل الناس بتدعي لي، كل الناس متعاطفه. انا اعمل ايه بالتعاطف وانا حقي رايح؟ انا اعمل ايه بالتعاطف وده الظلم ده مقام عليا؟ انا افضل كده وافضل كده لحد امتى مظلومه؟ افضل كده لحد امتى عايشه في اهانه ومذله؟ انا عندي ارحم ان انا اقعد في اوضه وما اقعدش في فيلا واقعد. انا قاعده في ايه اصلا؟ انا اقعد في اوضه ومرتاحه نفسيا، ولا ان اقعد جنب ناس بيكرهوا بعض بالطريقه دي؟ عايز بيستغرب عاملين على ابويا الغلبان، بيستغلبوا ابويا الغلبان، وعشان انا بنته الكبيره، وعشان عارفين ان اخواتي ما لهمش حاجه وما بيعملوش حاجه. اخواتي اتمسكوا اتسحلوا اتضربوا، وانا اتضربت واتسحلت. طلعت على المركز، الناس شافتني، الناس كلها شافتني. طلعت على الطريق بتاع السكه، اغمى عليا، واحدة ست حضنتني من ستر ربنا. قمت من ما فقت. لما فقت بقيت بصوت وبقول لهم يا رجالة البلد، يا رجالة البلد، على السكة على الطريق في رمضان يا خل. بقول لهم اطلعوا روحوا لابويا، ابويا بيموت هناك، داكسين عليه 5 بشوام وحديد. لولا الجماعة اللي زمايل ابويا اللي ما بيتكلموش وبيسمعوا جيراننا هنا برضو، هم اللي اخدوا الحديدة من ايديهم ورموها. والبنت بنتهم شغاله تبع المباحث، مرشده تبع المباحث. طب انا اعمل ايه؟ جايه تضرب ابويا بيستريح بعد ما اتضرب. في محاضر اسمها طبعا في محاضر يا فندم، وطلعت منها. وفي اخر مره تم التهجم عليا انا واختي التعدي ده. عملت محضر، انا عملت محضر قبل كده وطلع منها. المحضر الاخراني اللي تم التهجم عليا انا واختي، وحصل لنا بالمنظر ده ماشي. عملت في يعني كل منظمه معاك هبه، وكل محامين منظمه معاك، وان شاء الله حقك هجري ونرجع نصر في القضاء. عندنا حكومه كويسه. انا تعبت والله يا استاذ احمد، انا ما بقتش قادره اقسم بالله يا ناس، انا ما بقتش قادره. لو عندكم حاجه غير الكفر بالله ان انا اموت نفسي، انا تعبت. تعبت، ما بقتش قادره، مش عارفه اهدى. انا ما طلعتش كده الا لما فاض بيه، اقسم بالله فاض بيه، ما طلعتش كده الا لما خلاص. ان انت يعني كان ان كنت لايف كان دي بعيده، لكن اصريت لايف لما لقيت نفسي ما فيش حد. ابويا كان وقع مني، جاي له الحاله بتاعت قلبه، ما فيش تنفس. عملت لايفات، اتصلت بالنجدة 15 مره يوم ما تهجموا عليا. واستنجدت برجاله القعده يبعتوا لي ناس من النقطه، ما حدش جاني. ما لقيتش قدامي الا التليفون والنت. اعمل ايه؟ اسيب ابويا يموت عشان ما اطلعش استنجد بالناس وحد يلحقني؟ طلعت لايف وخدت ابويا. ناس جاتني اخدتني ودتني المستشفى، انا وابويا واختي سايحه في دمها. الناس اللي كانت في المستشفى وشافتني، الناس اللي كانت في المستشفى كانت هي اللي هتقولي حالتي كانت عامله ازاي. وخدوني، خلصت وعالجت ابويا وخلاص، وما عملوليش تقارير بيا في البرج، وخدونا بمحضر كيدي من الطرف التاني، بان والدي وانا واختي متعدين عليهم وضربينهم، متعدين على رجاله وضربينهم، واحنا اللي متكسرين ومتدشتشين.
ورايحين خدونا النقطة، أنا رايحة النقطة متشالة على كرسي، أنا متشالة على كرسي. كلميني بقى، انت عايشه في البيت ده كام اوضه؟ البيت ده اصلا كله مش بتاع والدي، انا والدي له قطعه صغيره والباقي بتاع ورث عماتي، واحنا اصلا عايشين وحمد ربنا. انا مش عايزه حاجه من حد، انا مش عايزه حاجه من حد، انا عايزه اعيش، انا عايزه اعيش بس مش في ظلم، مش عايزه اعيش في ظلم. انا مش عايزه، انا مش عايزه ظلم الجيران. يا ريت جيران، يا ريت جيران، بس يا ريت جيران. دم بيقولوا عصب عملوا فيا انا كده واختي. ليه؟ ايه اللي يخليك تمسكني تقلعني؟ بصرني في الشارع، رحمة مين؟ ده انا لو كنت قتلاك، ده انا لو كنت ماشي على الارض، مين اللي اعطاك الحق؟ ده انا لو ليا 1000 واحد في ظهري، مين اللي اعطاك الحق ان انت تمد ايدك عليا وعلى هدومي وتعريني وتخلي الغريب يبص عليا؟ ده بدل ما تغطيني، ده انا لو عريانه في الشارع الغريب هيمسك الغطا كده ويغطيني ويداريني، انما انا ما لابسه هدومي بتعريها لي وراح اصلي العشاء، راح اصلي صلاه التراويح انا وزميلتي كانت معايا هنا. والله العظيم يا استاذ احمد، زميلتي سابتني بره ودخلت الحمام والنور مطفي بترتعش وبتعيط من اللي حصل، من اللي شافته واللي احنا فيه. عايز توجه رساله لامي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فوضت فيكم امري الى الله، كل صلواتي بقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. من تسويق سمعتي ما خليتوش حاجه لما قلتها يا كفره. كل لما تلاقوا حد متضامن معايا وواقف معايا تروحوا تقولوا له كلام وتسبوه في عرضي وتشتموني عشان ابويا ما بيتكلمش. هو انا لو كان لي حد يا ناس انا كنت تعمل فيا كده؟ ده كله عشان واقفه على حق ابويا. بقيت وحشه وفيا الطباطب اللي بتاع عشان واقفه على حق ابويا. انا لو وحشه اسيب ابويا ومش ههتم بحد، انا لو وحشه مش هعمل كده. انا ماليش حد، انا بقول حسبي ونعم الوكيل. ربنا الرسول وربنا قال لكم كلمتين، ما تخافوش من اي حاجه في الدنيا. الموت ما تخافوش منه، ما تخافوش من اي حاجه في الدنيا، خافوا من كلمه من انسان مظلوم قال لكم حسبي الله ونعم الوكيل. وانا بقولها لكم وانا مظلومه ليل ونهار، ليل ونهار، ليل ونهار، ليل ونهار. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فوتت فيك امري يا رب، فوتت لك امري يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. 17 سنة يا أستاذ أحمد، أختي 17 سنة يا أستاذ أحمد، أختي 17 سنة يا أستاذ أحمد. ما بتعرفش تذاكر، ما بتعرفش تذاكر من اللي حصل لنا، نفسيتها في الأرض. أنا عايزة أتعالج نفسيا من اللي حصل لنا وأختي. إحنا مش عارفين نعيش، مش عارفين نعيش. أنا عمري ما طلبت من حد حاجة، أنا عمري ما طلبت من حد حاجة. واللي في جوانا واللي جوا بيتنا لو ما فيش خالص ما بنتكلمش. ليه بيحصل فينا كده؟ ليه بيحصل فينا كده؟ ليه بس؟ انا بنجد كل المسؤولين، كل مسؤول يحطني مكان بنته، يحط ابويا. بلاش انا لو جدال مش بلاش انا ابويا اهلي. انا مش عايزه حاجه، والله العظيم ما انا عايزه حاجه، والله العظيم ما انا عايزه حاجه. وانا مش متسابه، انا بيتم تهديدي واي حد بيقف. لو حد شير الفيديو ليا بيروحوا يدخلوا له ويروحوا يهددوه. في ناس متهدده بانابيب غاز يتولع فيها، وانا متهدده بميه نار. هروح فين؟ وغير تشويه سمعتي، غير تشويه سمعتي انا واختي. نروح في وسط الديابه دي بس، نروح في وسط الناس الديابه دي بس، نروح فين؟ ازاي يحق له ازاي؟ ده لو واحد شاف واحده عريانه في الشارع ومش كويسه هيخلع هدومه ويغطيها. ازاي يا ربي اموت؟ والله ما انا قادره، اقسم بالله يا ربي كل ما افتكر الموقف انا بموت. حرقه نار والعه جوايا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يقول المولى عز وجل دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ظلم النفس ده حاجة لا بص ما يرضاش ربنا ممكن يتسامح في حقه إلا إنه يتسامح في حق الغير مش بتاعته. حق الغير ده حاجة مفيش ربنا بيتحملش، بس ربنا لا يتغاضى عنها. ربنا يعني مش عارف اقول ايه. هبة
هبه اللي عايشه حياتها في نار. نمشي بقى ما تقوليش حاجه، انا مش عايزه اتكلم، انا تعبت. بيقول لك هو بيتضرب، كان بيجيبوا فلوس وحاجات خدوها منه واتبهدل وضربوه مش عارف يعمل ايه. بيقول لك اللي ضربوه كان سالف فلوس علشان يعني سالف فلوس عشان خاطر امي، سالف فلوس عشان خاطر امي تعبان اتاخدت منه. طب قلت لها هبه نيجي نعمل معاك لايف، كل ده كان من الظلم اللي وقع عليك من الجيران. اصل انت بتقول انا عمري في حياتي كنت افكر اني اطلع لايف. عمري ما عملت مشكله ولا جبت لاهلي مشكله، وعمري ما بحب المشاكل، واي حاجه بتحصل واي مشكله بتحصل، اي مشكله تبع الجيران ولا اي حاجه ما حدش بيتكلم، ما بنتكلمش اصلا، بنسكت. احنا اصلا مش عارفين، احنا قاعدين في بيتنا كافيين خيرنا شرنا، لا عارفين نعيش حلو ولا عارفين نعيش وحش. يا ربي طب نروح فين في وسط البني ادمين اللي ما بترحمش ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل؟ مش يشوفونا كده يسكتوا يسيبونا عايشين؟ بقالي سنة يا ناس ماشية أنا بطولي، وقسما بالله بطولي، أروح على كل واحد شوية وكل مسؤول شوية، أروح على كل واحد شوية وكل مسؤول شوية، ومش عارفة طول حقي بالعرف عشان أخلص وأقعد في بيتي ونفسيتي ترتاح. كمية القهر اللي أنا عايشة فيها ما بين ناس ظالميننا وضربنا ومعرينا في الشارع ومتهجمين علينا ولحمنا ودمنا، وقاعدين في بيت لازق البيت في البيت، وكميه القهر بقى. وشوفوا ايه اللي بيحصل في كده، كميه اللي بيحصل بقى من اي حد يجي عندنا والشتيمه اللي بتحصل. انا واحده صاحبتي انا اصحابي لما بتجيني بتخاف تخش الشارع، قسما بالله ما عاد حد بيجوني. انا اروح بحس بنفسي وانا داخل هبه كان انت حضرتك شفت بنفسك، انت داخل سرقه، انا ما اعرفش اطلع من البيت، انا متهدده ومبعوت لي تهديد. كان مبعوت لي تهديد اخر قعده عرفيه مع حد من البنت، اخرهم عندي جرد النار هم الستة واسيحهم. انا مين هعمل ايه؟ طب اروح فين؟ انا لو كان ليا حد هل انا كنت طلعت كده؟ ما انا كنت خدت حقي بايدي، ما كنتش طلعت كده. فين الظلم؟ ايه الظلم ده يا ناس؟ انتوا نسيتوا ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. نسيتوا ربنا هو اللي بيحصل ده، اللي بيحصل فينا ده، اللي بيحصل فينا من شويه، كمية الظلم والقهر ده اللي بيحصل من قتل وجرايم ده من قله نسيانكم ربنا. افتكروا ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، حرام بقى، حرام. سيبوا الغلبان بقى يعيش، احنا ما اتشكيناش. نفسي اعيش حياه كويسه ومحدش يجي عليا ولا اجي على حد، ما بحبش الظلم. يا رب ما فيش اي انسان يتعرض للظلم اللي انا تعرضت له. انا عايزه اللي تعمل فيا بلا رحمه انا واختي واهلي يتحاسبوا، الناس دي اللي عملوا فيا بلا رحمه يتحاسبوا برضو بلا رحمه. انا لو حقي اتساب بنات مصر كلها حقها تساب. لا احنا عندنا دوله قانون، ناسك في دوله القانون، ناسك في القانون المصري، ناسك في القانون المصري. انا قضيتي كانت جنايات اتحولت لجنى. انا مش عارفه يا استاذ، انا مقهوره. سيبني يا استاذ احمد، انا مش عارفه بتكلم من قهرتي، انا بتكلم يا جدعان من قهرتي. هبه انا عايز اتكلم بس ايه هبه، انا مقدر اللي انت فيه، مقدر تعبك واذيتك وضربك والافتراء اللي حصل لك، ومقدر كل ده. دلوقتي بس انا عايزك تعرفي ان احنا في الاول ليه، والمجلس ليه؟ المجلس ليه بيساعدهم ليه؟ انا رحت من الاول، طلبت النجده عشان يا استاذ احمد حد يجيني من المجلس، محدش جاني الا بطلب النجده الساعه 11 بالليل، وموقفوش الشغل بدل ما سمروا الخشب بتاع الصبه ومشى الناس مؤقتا، والساعه 12 ولا 1 بالليل بداوا الشغل. اتصلت انا على فرج عيسى، الاستاذ فرج عيسى، وهو جارنا هنا، هو ده اللي مشى الدنيا، هو اللي قال لي سيبوهم يشتغلوا. قال لي سيبوهم يشتغلوا وبكره الصبح. طب انا بعمل حاجه، انا بتصل عليك عشان تيجي توقف لي، انا بعمل حاجه، سيبوهم يشتغلوا وبكره الصبح انا لو لقيتهم صبوا، ومع انه جارنا وسمع الشغل وهو شغال وسمع الاصوات، سيبوهم يشتغلوا، وانا بكره الصبح لو بنوا حاجه تربقها على
على دماغهم. طيب ما جيتش ليه؟ جه تاني يوم ماشيه بورقه قانوني علشان المساءله القانونيه، عرضهم على النيابه والبنيه فضلت مبنيه والشبابيك فضلت مفتوحه. حاولت اروح لرئيس المدينه ما عمليش حاجه. رحت لرئيس المدينه 3 مرات او 4 في مكتب وارن عليه يتهرب مني. قال لي انت جيتك لوحدها انذار. حصل ولا ما حصلش؟ انت جيتك لوحدها انذار. قلت له انا رحت للمحافظ وبعت لك قرار ازاله، انذار ازاله. قال لي انت جيتك لوحدها انذار وما تعمليش حاجه وانا ههدلك الخارجه وهسدلك الشبابيك. فضلت 3 اسابيع راح جايه المكتب بتاعه ما لقاهوش لحد ما لقيته بيرصف بيرصف اسفلت على الطريق. وقفته على الطريق قدام الناس كلها وانا بنت وهو راكب عربيته ومش راضي، اللي هو بعد عني شايفني وانا بدور عليه. انا اروح فين؟ وقفت عربيته وقلت له انت قلت لي الاسبوعين اللي فاتوا ان انت هتهدلي الخارجه وتسدلي الشبابيك. فين اللي حصل؟ تخيل اللي يرد عليا يقول لي ايه؟ انا مش فاضي كمان شويه كده وانا هسدلك الموضوع ده، اطمني. قلت له يعني ايه؟ انا رايحه للمحافظ وهشتكوكم كلكم. جاء واحد من ضمن اللي شغالين معاهم اما هديني وقال لي ما تخافيش، ما تروحيش للمحافظ ولا تروحي الحته لو من الخميس للسبت، لو احنا ما تسدنلكيش الشبابيك وقصنا لك الخارجه قبل الشبابيك ابقي روحي للمحافظ. يوميها الخميس بالليل الساعه 2 بالليل الكلمه وكان موقع مصر يوم هنا بتودي رساله وبلاغ للهوا على الهوا لمعالي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. يا سيادة المحافظ انا سبق ووقفتك بالعربيه، وقفتك وقلت يا سيادة المحافظ انا ما وقفتش قدام العربيه، انا وقفتك وجاورت وقلت للمحافظ، قلت يا سيادة المحافظ انا عايزه اقابل سيادة المحافظ. انت نزلت لي انت فاكرني؟ يا سيادة المحافظ انا عايشه في قهر بسبب بتوع المجلس واللي عملوه فيا وبسبب التعدي. انا لما اجي انا مش عارفه اعيش، مش مستوره، والشبابيك اتسدت وجواها النجاره اتسدت ربع طوبه، الشبابيك التحتانيه والشبابيك الفوقانيه مفتوحه، حاجات سوري بيطبطبوا بها عليا كده مؤقتا. طب انا اروح فين لما انتوا المسؤولين يا مسؤولين؟ يا سياده المحافظ انا زي بنتك يا سياده المحافظ، يا سياده يا وزير التنميه المحليه، يا رئيس الجمهوريه، يا عبد الفتاح يا زيزي، يا رئيس الجمهوريه بالله عليكم حد يلحقني من اللي انا فيه ده، لان انا والله العظيم والله بالله عايشه في رعب ومش عارفه عايشه انا واهلي ومالناش حد ولا زند غير ربنا. متابعينا ومحبينا في كل مكان، متابعي مصر اليوم، رصدنا لكم مأساة هبة بنت من مدينة برج البرولوس تعاني على حد قولها ان هي مظلومة. تم التعدي على ممتلكاتها الخاصة او ملك والدها، وتوجهت بمحاضر للوحدة المحلية مجلس مدينة، وعلى حد قولها بتقول ان في محاضر وفي استغاثات. طبعا جينا بناء على استغاثات هبة للموقع، جينا نشوف ونرصد مأساتها، وللحق الثاني للطرف الثاني حق الرد ان كان عنده رد، ان كان عندك رد لك حق الرد. تعالوا شوف واتكلم ورد على كلام هبة البنت اللي هي الام والاب والاخت، ولدها راجل من ذوي الهمم لا يستطيع الكلام ولا التحدث، مريض، ولدها ست مريضه. هبه قدرها ان هي الكبيره، قدرها ان اخواتها الصبيان الصغيرين هي اللي شايله الحمل، وبتناشد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتناشد وزير التنميه المحليه، بتناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. يعني البحث في موضوعها ولو لا حق تاخده. من مدينه برج البرولوس كان معكم احمد داوود. دمتم متابعي مصر اليوم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.